النهارده عاملين اكله جميله جدا جدا جدا، عاوزاكم كلكم تخليكم معانا لاخر الفيديو. صدقوني الفيديو ده يختلف. عامله تتبيله روعه جميله جدا جدا للبانيه. البانيه دي على فكره يعني محبوب جدا جدا جدا. بتهيألي في اغلبيه بيوتنا بالنسبه لاولادنا بيحبوا الفراخ اكتر من اللحمه. ان شاء الله اذا عملتي يا حبيبتي التتبيله دي صدقيني هتخلي ولادك ياكلوا الطبق بتاعهم كلهم، لان التتبيله بتاعتي لها مذاق خاص. ان شاء الله عاوزه كل اصدقاء فرح يعملوا التتبيله بتاعتي دي، وما تنسوش تكتبوا لي رايكم ايه في الكومنتات، لان صراحه رايكم بيهمني جدا جدا جدا، لانكم كلكم اي حد بيحب يطلب مني حاجه او كده على قد ما اقدر والله اللي انا بنبيها. واذا انا اتاخرت على اي حد في طلباتكم معلش اعذروني شويه، بس صدقوني اي حاجه انتوا تطلبوها انا بدونها موجوده عندي في الوقت المناسب. ان شاء الله هصورها اكيد، وان شاء الله برضو هنزلها لكل اصدقائي، واللي انا لسه ما صورتوش عندي افكار كتير كتير وعندي اصناف كتير كتير. ان شاء الله واحده واحده هنزلها لكم واعلمها لكم، ويا رب الفيديو بتاعي يعجبكم والبانيه بتاعي يكون جميل، تتبيلته تعجبكم. وما تنسوش يا بنات تسمعوا الفيديو للنهايه، ان شاء الله الفيديو ده هيفيدكم. ويلا نخش نشوف التتبيله بتاعتنا هنعمل ايه فيها بالظبط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ انا النهارده جاي لكم باكله جميله كده وبسيطه، تقدر تعمليها غدا وممكن تعمليها عشاء وممكن كمان تعمليها سندوتشات في الرحلات لاولادك في المدرسه زي ما تحبي. انا النهارده ناويين نعمل مع بعضينا ان شاء الله البانيه. انا صراحه صورت البانيه دلوقتي، ايه التوابل اللي انا بحطها بالظبط. ببص كده لقيت الفيديو مسجلتوش، انا ما كانش مهم راح مني يعني. فانا كده قلت لا برضو انا هكمل معاكم وهوريكم هنعمل ايه كده، وهقول لكم ايه الخطوه اللي انا عملتها وانتوا ما شفتوهاش. ايه الخطوه اللي انا عملتها دي؟ خطوه ايه يعني بسيطه جدا، بس احنا ممكن نعيدها مع بعضينا. انا هنا ضربت البصل في الكويكي ومعاهم قرن فلفل حار واحد تاني بارد، وحطيت 4 ليمونات، ولسه ما حطيتش ملح ولا فلفل. يعني انا كده برضو ايه ما فتكمش معايا كتير. يبقى انا هنا حطيت 4 ليمونات وفلفل اخضر، لو مش موجود معاكي خلاص تقدري تحطي بصل وليمون. وبعدين هحط معلقه ملح كبيره، وهحط حبه فلفل اسود كويسين كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. انا هنا حطيت 3 بصلات كويسين يعني كبار كده على كيلو البانيه اللي انتوا شايفينه ده. انا بجيبه صراحه يعني جاهز زي ما انتوا شايفينه كده بالظبط من عند الفرارجي، بيقطعهولي بيجهزهولي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده. انت حابه طبعا تعمليه في البيت بيكون سهل جدا، بتاخدي الصدر بتاع الفرخه وبتعمليه شرائح بنفس الطريقه دي. هو طبعا توضيبه في البيت مش صعب ابدا، بس انا صراحه دائما لما بجيب الفراخ بطلب مثلا كيلو بانيه، بطلب 2 كيلو وراك مخلية، بطلب مثلا طبق كبد وقوانص، بطلب مثلا فرخة مقطعة 4 قطع. لو هعملها مثلا كنتاكي او كده هعملها 8 قطع. يعني ايه بحاول انا ايه بتجيلي الحاجة صراحة جاهزة ومتوضبة زي ما انتوا شايفينها كده. مع ذلك لو جاتني برضو الفراخ انا بقدر اتصرف فيها بكل سهولة وبجهزها وبوضبها كمان. انا كذا مرة وضبت الفراخ قدامكم. كل ما اكون ناوي اعمل اكله بمشيئه الرحمن من الفراخ بحب اجيبها صحيحه كده واجهزها قدامكم. بس انا البانيه النهارده صراحه جبته ايه موجود عندي جاهز. فانا هنا الخلطه بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده هي جاهزه للتتبيله. يبقى انا حاطه هنا ملح وفلفل وبصل وفلفل اخضر، واهم نقطه الليمون. الليمون ده يا جماعه صراحه بيدي طعم جميل جدا جدا. حباكم كلكم تجربوا تكه الليمون دي، في ناس ما بتحطوش، انا بقول لها حط الليمون وعلى ضمانه فرح. ان شاء الله ان شاء الله هتكتبي في الكومنتات وهتقولي لي الليمون قد ايه فرق معاكي في التتبيله. اجيب التتبيله كده احطها في طبق هنا عشان تكون سهله معايا وانا شغاله.
انا بفرمها بالطريقه دي. بيكون البصل يعني بصي تحسيه كده فيه ميه كتير، زي ما شايفين ناعم جدا البصل. وهبدا اقول بسم الله. هبدا كده بصي معايا، احط قطعه قطعه نفس الطريقه دي، وابلبتها كده او اتبلها واركنها كده في السرفيز، على اساس التتبيله دي انا حباها تقعد ما يقلش عن 3 ساعات في البصل والليمون والملح والفلفل. بيكون صدقوني الطعم جميل جدا. يعني انت بتسيبي الفراخ بتاعتك او اللحمه في بعض الاكلات بتتبل كده والحياء بتاعها بيكون كمان يعني ايه، تحسي طعم اللحمه من جوه جميل، مش تحسي الغلاف بس هو اللي حي بس من بره، لا، طعم البصل بالليمون بكله بتحسيه في اللحمه من جوه، مش في الغلاف بس من بره. انت زي ما انت شايفاني كده هخلص الكميه كلها اللي قدامي، ولو زادت حاجه هحطها على وش الفراخ من فوق. انا كده هيأت كويس جدا البانيه بتاعي زي ما انتم شايفينه كده. بصي من ناحيتين تبل كويس جدا جدا. انا هسيبه في حدود 3 ساعات. انا انتي مثلا ممكن تجهزيه مثلا لو غدا اعمليه الصبح مع ان شاء الله كده على الساعه 2 تقدري تحمريه، او انتي ناويه تعملي عشاء ان شاء الله ممكن تعملي على الساعه 4 العصر. خليه براحته، كل ما تكتري في الساعات ان هو يزيد صدقيني بيكون اجمل بكتير. فانا كده ان شاء الله ناويه خلاص هحطه في التلاجة طبعا من تحت مش في الفريزر. وان شاء الله هوريكم هنحط ايه في البيض واللبن والحاجات دي كلها. ليه تكنيك معين كده ناويين نعمله مع بعض ان شاء الله. خليكم معانا لاخر الفيديو، صدقوني كل خطوه مهمه جدا جدا على اساس تطلعي احلى بانيه. لكم تاني يا بنات بعد ما خلصت الفراخ بتاعتي اتبلت كويس جدا. فانا هنا معايا في حدود كوبايه من اللبن، ومعايا بيضتين. احط حبه فلفل اسود مش كتير، حبه ملح برضو زي ما انتم شايفين كده. هضرب كويس جدا البيض بتاعي. بعدين هضيفه كده على الجنب. وهجيب كده انا خلاص ضربته كويس جدا اللبن بالبيض بتاعي وحطيته في الفلفل الاسود زي ما قلت لكم. شوفوني هنشوف ازاي. اول حاجه هنقول بسم الله. بصي انا هاخد كده البانيه بنفس الطريقه دي، تتبيلاه بالبصل والليمون والفلفل الاسود، واحطه كده في الدقيق على طول. بصي عشان الغلاف بتاعه بيكون جميل جدا بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي. وبعدين بنزله هنا زي ما انتم شايفينه في البيض واللبن كده. وبعدين هحطه على طول في البقسماط بالطريقه دي. هعمل كمان معاكم واحده تاني. بصي كده هتحطه في الدقيق زي ما انتم شايفينها كده. هنزله في البيض واللبن وهنزله في البقسماط. هعمل كل الكميه الموجوده دي وهبدا احمر البانيه بتاعي زي ما انت بتحبي تحمري في زيت تحمري في سمن زي ما انت بتحبي تعملي كده. الشكل النهائي انا صراحه بحب اللون ده وانا بحمره. انت ممكن تعملي اقل من كده لو بتحبي.
ده الشكل النهائي البانيه بتاعي. والله طعمه روعه، لان كل ده من التتبيله. ان شاء الله تعملوا التتبيله بتاعتي وتقولوا رايكم في الكومنتات، وشيروا يا بنات الفيديو على قد ما تقدروا عشان الكل يستفاد. وما تنسوش تعملوا لي شير ولايك واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.